اوكي. ده من نوعيه الفيديوهات اللي يعني الواحد مش حابب يعملها، مش في دماغه ان هو يعمل حاجه زي كده، ولكن برضو ما اقدرش انكر ان في زي ما تقولوا ايه عبء كده محطوط على ظهر الواحد ان هو لا لازم يتكلم على الموضوع ده. فخلينا نتناقش النقاش حوالين هوليوود في السنين اللي فاتت. كان دايما في دايما جدال بعد جدال بعد جدال بعد جدال بعد جدال، عمال يطلع على حاجات واختيارات بتتعمل في الافلام البلوك باسترز، الافلام اللي جدا جدا مشهوره اللي بتتوزع حوالين العالم كله. واظن انتوا عارفين اللي حصل، اللي عمال يحصل في الكام سنة اللي فاتت، وزي الصناعة بتختلف وبيكون ظاهر اكتر وتقدر تشوف ده ان تقريبا مع كل عمل دلوقتي في او اي عمل يعني كبير وواسع جدا، كتير منهم بيكون جاي معاهم فيه مشاكل طالعه من عند هوليوود ذات نفسها وبالجدالات اللي موجوده عندهم في امريكا وكده، وبرضه بعض المشاكل بتكون جايه من العالم كله. الموضوع اللي انا عايز اتكلم عليه دلوقتي ومبدئيا لازم اوضح ده من البدايه ان ده مش فيديو عن التاريخ، اوكي؟ ده مش فيديو عن الاصل الحضاره المصريه عامله ازاي ومش عارف مين والكلام ده. كمصري انا عارف حضارتي وانا عارف بلدي وانا عارف كل الحاجات دي، وانت كشخص بتتفرج لو انت مش عارف اصول الموضوع فانت لازم تعمل البحث بتاعك وتفهمه اكتر. وبالنسبه لكليوباترا فروحوا اسمعوا زاهي حواس بيقول ايه، وزاهي حواس هو الريفرنس بتاعنا لكل المصريين عن اي حاجه ليها دعوه بالايجيبتولوجي. وللموضوع اللي يخليني اعمل الفيديو ده ذات نفسه عشان يتقفل كليوباترا كان اصلها يوناني مقدوني واتولدت في الاسكندريه، اوكي؟ ده تاريخ، بس برضه الفيديو ده مش عن التاريخ. لو عايز تتعلم اكتر وتفهم اكتر عن هذه الشخصية اللي جزء من تاريخ هذه القطعة من الارض اللي انا منها، واللي كتير من اللي بيتفرجوا عليا دلوقتي منها، فالعبء علينا ان احنا نعلم نفسنا اكتر ونفهم نفسنا اكتر عن الموضوع ده. ليه بقى الجدل الكبير ده حصل؟ علشان الانتاج اللي نتفليكس عملته، وهو دوكيو سيريز شويه دراما فيها حاجات شالوه بس عايزين يوثقوا الموضوع، ومن انتاج جيرا بيكن سميث وهي بتأدي الفويس اوفر في الموضوع، وهكذا وهكذا وهكذا. والممثله اللي بتعمل دور كليوباترا، شخصيه زي ما قلنا شخصيه مهمه في التاريخ المصري، شخصيه مهمه لينا، بتعمل دورها واحده ما تقربش من شكل المصريين اللي احنا متعودين عليه. وممكن اقول لكم ان ما ربما في وقت تاني الموضوع ما كانش هياخد جدل كبير ده، ولكن واضح ان لا الموضوع دلوقتي في حاجه حساسه، في حاجه تضايق، وما ينفعش نتعامل مع موضوع زي ده زي مثلا الجدل اللي يطلع لما يعملوا كاستنج لجيمس بوند واحد اسمر. لا ملوش دعوه، جيمس بوند شخصيه خياليه، اوكي؟ ولا لما يعملوا كاستنج لذا ليتل ميرميد بواحده سمراء، مش نفس الموضوع خالص، مش نفس الموضوع، ما ينفعش الاتنين يقارنوا لان دي قصه خياليه. كليوباترا شخصيه حقيقيه، وواضح جدا ان المشكله اللي بتقعد تتكرر كتير عن حوار الافرو سنتريك ده والاجندات اللي موجوده عندهم اللي عايزين يبثوها، ودلوقتي معاهم منصه كبيره جدا زي نتفليكس وهيعرضوا حاجه زي كده، واحنا كلنا فاهمين القوه بتاعه السينما. غلط من ناحية نتفليكس. والفكرة بقى ان انا متضايق من الجدل اللي حصل ده من ناحية ان كتير من الناس بتوع هوليوود بيعاملوه على انه نفس الموضوع لما حد يجي يتكلم على مشاكل الكاستنج في حاجة زي ذا ليتل ميرميد، ولا مشاكل الكاستنج في حاجة زي سوبرمان وحاجة زي لا مش نفس الشيء خالص، مش نفس الشيء خالص، ومش من العدل ان يتاخد على انه نفس الشيء. ولكن علشان نحاول نقرب الصورة لشخص ربما مش فاهم ليه دي مشكلة، خلينا نتكلم على حاجة زي سوبرمان. تمام؟ دلوقتي مثلا سوبرمان هيعمل دور الشخصية دي واحد اسمر، عادي، عادي مفيش اي مشكله، لان شخصيه سوبرمان رقم واحد زي ما قلنا هي شخصيه خياليه، وطالما ان هو كده كده ممثل وهو احسن ممثل موجود يلعب الدور ده فقشطه، مفيش اي مانع، بالعكس هتبقى حاجه جميله جدا، مفيش اي مشكله طالما انه الشخص الصح اللي يقدر يمثل الدور رائع. امتى بقى الموضوع يكون مش منطقي؟ لما انت تقوم جايب ممثل ما بيتكلمش انجليزي وتخليه يعمل الدور بتاع سوبرمان وتقول ان ده فيلم سوبرمان ولكنه مش امريكي. اوكي لا دلوقتي الموضوع مبقاش منطقي.
ليه؟ لان شخصيه سوبرمان ذات نفسها، شخصيه سوبرمان ذات نفسها هي الشخصيه دي اللي بتدافع عن الامريكان دريم، اللي السفينه بتاعته وقعت في سمول فيل في امريكا، اللي ابوه وامه كانوا 2 امريكان بشريين اتبنوه. فده حاجات بتكون الشخصيه بتاعت سوبرمان. فانت اول لما تشيل الحاجات دي، لا يبقى انت خلاص ما بقاش عندك فيلم لسوبرمان. تمام، انت بقى عندك قصه جديده خالص انت اخترعتها. فدي مش هيكون في مشكله بقى ان تلعب فيها تغير فيها مش عارف مين، لان دي خلاص بطلت سوبرمان. however ان انت تجيب شخص من عرق مختلف عن العرق المعتاد اللي احنا دايما بنشوف فيه سوبرمان على الشاشه الكبيره، دي المفروض ما يكونش فيها اي مشكله. واي حد يكون عنده مشكله مع حاجه زي كده الموضوع هيكون غريب، لان انت إيه اللي مضايقك؟ لا ده بس يعني شكل الراجل الممثل، سواء كان اسيوي، سواء كان عربي، سواء كان مش مهم هو ايه، طالما هو ممثل وعارف يأدي دور سوبرمان كويس فخلاص تمام، مفيش اي مشكله. بس ان انت تغير الشخصيه كامله كجزء من اجنده، يبقى انت كده مبقاش عندك سوبرمان من البداية. فانت بتحكي قصة تانية خالص علشان تخدم بيها على حاجة معينة. وليه انتوا ممكن تحسوني ان انا بتكلم بهدوء شوية، او ان انا المفروض اكون معصب زيادة على حاجة زي كده؟ انا شايف ان انت تتعصب زيادة على حاجة زي كده ده خطأ. ليه؟ لان لما انت تعصب كتير من الحاجات اللي انت ممكن تقولها ممكن تتفهم غلط، ولو حاجات انت قلتها ممكن تتفهم غلط والرسالة بتاعتك ما وصلتش، اذن الناس اللي في الطرف التاني هيمسكوا في الحاجات دي، ومش بس هيكونوا عاوزين ان هم ايه يدبل داون ويعيدوا ويزيدوا في نفس الموضوع ويقولوا لا احنا اللي هنكسب في الموضوع. بالعكس، لا ده الحاجة اللي الواحد لازم يتجنبها. لان لو حاجة زي كده حصلت، ايه اللي هيتم اثباته بعدين؟ هيتم اثباته عدم الفهم لثقافة وحضارة. وفي الحالة اللي احنا بنتكلم عليها دي الحضارة اللي تخص الشعب المصري، فهم اللي هيتأذوا. ليه؟ لان هيبانوا قدام العالم كله ان هم مش فاهمين هم بيتكلموا على ايه، وحاجة زي كده استحالة تفضل عايشة. فايه الحاجة فعلا اللي الواحد ممكن يكون متحمس ليها او يبين سنة مش عايز اقول غضب، بس سنة عدم رضاء؟ هو قلة القابلية من الناس صحاب القصص دي المصريين ان هم يحكوا القصة على حقيقة، ان يكون في قوة اكبر من الانتاج عشان احنا نعرف نحكي قصصنا بنفسنا، بدل ما نعتمد على حد تاني، او حتى ما نعتمدش على حد تاني لوحدهم يجوا يحكوا القصص ولكن يأيفوها علشان يخدموا على حاجة معينة هم عاوزينها. وايوه السينما شيء قوي، شيء في منتهى القوة، ما ينفعش الواحد يستهون بيه. وعلشان كده شايف الحاجة اللي فعلا تضايق ان مفيش غضب كفاية ناحية الناس اللي عندهم الموارد واللي عندهم المصادر ان هم يقدروا يستثمروا اكتر في ان النوع ده من القصص اللي يخصنا كمصريين، وبرضه اللي يخصنا كعرب عامة في العالم العربي، اللي يخص الجزء ده من العالم عامة، ما يكونش واخد الاستثمار الكافي، ما يكونش واخد الاستثمار الكافي عشان احنا نكون متحكمين في ازاي احنا عايزين القصص بتاعتنا تتقال، بدل ما نكون قاعدين بعد اكتر من 100 سنة سينما لما يطلع واحد عربي على الشاشة يكون واحد عربي ما بينطقش كلمتين عربي على بعضه، ودايما يكون واخد دور معين وقاعد في الصحراء، او يكون الشخص الارهابي وهكذا. هم متحكمين في الناراتيف، وهم متحكمين ازاي يسوقوه عشان يقولوا الحاجات اللي توصل الحاجة اللي هم عاوزين ياخدوها. فما ينفعش يكون اعتمادنا كامل على ده، وما ينفعش يكون غضبنا كامل رايح ناحية ده ونطلب منهم ان لا احكوا القصص بتاعتنا زي ما احنا عاوزين. بالعكس انا شايف ان في الحالة دي التجاهل يجيب نتيجة اكتر، لان الغضب والتفاعل مع حاجة زي كده هتجيب عليها عيون اكتر، ودي حاجة مش هتخدم الحاجة اللي احنا عاوزينها من البداية. وايوه في العادي المواضيع دي دايما بالنسبة لي انا اللي هو يعني حتى ما بركزش عليها، لان الحكم الاول والاخير لاي عمل سينمائي او اي عمل فني مهما كان، هل هو متعني ولا لا. ولكن اول لما عمل سينمائي يتلطخ بالسياسات بالشكل الكبير ده بيقلل منه، وده بيبوظ منه من البداية. والقصة ما بتبقاش فيه قد ايه العمل ده حلو، على قد ما القصة هو العمل ده الناس اللي عملوه بيحاولوا يقولوا ايه من ناحية الحاجات اللي تخدم القصة او التوجه اللي هم عايزين يعملوا في العالم بتاعهم. وبس اعزائي المشاهدين، انا شايف ان في الوقت الحالي على ما اعتقد ان
لو الموضوع ده ضايقك بزياده، انا شايف ان الطاقه اللي موجوده عندك دي بدل ما تروح ناحيه نتفليكس او ناحيه الناس اللي عملوا العمل ده، وانا عارف ان الناس بتكون مشحونه في الحاجات دي، انا شايف ان الطاقه دي انت استغلها علشان تتعلم اكتر على تاريخنا، نتعلم اكتر على قصصنا من المصادر بتاعتنا اللي فيها دراسات بسنين طويله جدا واحنا فاهمين الموضوع ده، ومنه نقدر نستثمر في نفسنا وفي السنوات اللي جايه نقدر نكون عندنا الحريه الكامله ان احنا نحكي القصص دي بدل ما نعتمد على هوليوود والناس دول يجوا يحكوها. وبس اتمنى تقريبا ان انا اكون قلت كل حاجه. عامه لو في حاجه زياده جت في دماغي كنت عايز اقولها، انا مش كاتب سكريبت للفيديو ده، هبقى اضيفها على الانستجرام بتاعي، فتاكدوا ان انتوا عاملين لي فولو هناك. وايوه، شكرا على متابعتكم، سلام.